بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنقدم مع بعض الفتة المصري التقليدية واقتصادية. ازاي؟ لاني انا عاملاها بصدر بطة، فص واحد من صدر البطة سلقته، خدت شوربته، عملت بيها الفتة اللي قدامكم دي. نص الكمية، نص الكمية تاني لسه موجود في الحلل. تأكل 5 أفراد. الصدر دوت بيبقى ليه جناح وليه كتف وليه رقبة، بنستخدمهم في وقت تاني مع من نفس الوقت يعني. ده العيش انا حمصته بنقاط من الزيت على البوتاجاز من فوق، ممكن جوه الفرن. في النهاية هو ما بس يعني عبارة عن عيش، اي عيش عندك يكون موجود قديم خديه واستخدميه وابتدي بيه. هعمل التوم دلوقتي، الطشة بتاعة الفتة. قليل من الزيت، طبعا انا ما بستخدمش سمنة بلدي، اسعار غالية، وعشان كده بقول دي اكلات اقتصادية وفي نفس الوقت لذيذة. ده زيت عباد، معلقتين كده 3 بالكتير قوي، ومعلقتين كفاية. آه بيسخنوا قليلا. محضرة 5 6 فصوص توم كبار ودقهم في الهون. ولما يسخن الزيت هحطهم على نار. على فكرة حطوا على العين الصغيرة، يعني التوم لما تيجوا تحمروه حمروه على العين الصغيرة اللي في البوتاجاز عشان ما يتلسعش منكم من الجناب. ما يتحمرش من بره، يبقى من جوه لسه ني. يعني التوم عاوز نار تعتبر متوسطة، وتصبري عليه وهو بيتحمر عشان طشة الفتة دي يعني أساسها التومة الكويسة. زي ما قلنا عندي صدر البطة، الفص بتاعه ده بيبقى فيه الكتف وفيه الرقبة موجودة معاه. دول بيأكلوا حد كويس قوي قوي. اللحم بتاع الصدر نفسه بعد ما بيبرد بتقطعيه ل4 شرايح كبار، كبار يعني حلوين، وبتحطي كل واحد طبقه وعليه الشريحة بتاعته. والشوربة بتبقى متوفرة، البط بيدي شوربة، فبيبقى الموضوع يعني كتير، يعني مش قليل ولا حاجة. زي زمان كنا بنعمل البط على بعضها والكلام ده يعتبر دلوقتي انتهى شوية، الظروف اتغيرت. مش معنى ان احنا مش هنجيب حاجتنا وناكل، بس بالطريقة السليمة يعني، والصحية كمان. يعني البط عندك تقسميها ل3 أجزاء: الوركين في يوم، الصدر بتاخديه على مرتين، كل صدر في يوم. إذا كنت ما بتعرفيش تقسمي الصدر، اسلقيه على بعضه وخدي منه هو مسلوق فص في يوم تعملي بيه أكل، وفي مرة تانية فص تاني تعملي بيه أكل تاني. هنا أنا حطيت ملح وفلفل على التوم وهو بيتحمر، ودي اختيارية، يعني في ناس ما بتحطش. نمرة تحمير التوم بياخد وقت شوية علشان خاطر فعلا يتحمر كويس. لما بتلزق توم في المعلقة، انا باخد لقمة من المحمصة اللي انا محمصاها بتاعت الفتة، وبنزل بيها الايه اللزق على المعلقة. يعني ما بحبش اهدر حاجة. شوربة البطة بتعمل عليها فتة، بتعمل عليها كشك. انا عملت كشك قبل كده، وكان على جزء، على برضو كانت شوربه من البط. او بعدين اي شوربه تتعمل فيها كشك اوكي، اي شوربه للفته، بس انا بقول استخدامات شوربه البط عشان في ناس بتقول ملوش استخدامات، ده احنا بنرميه، ده احنا مش عارفه ايه. لا يا جماعه، بنعمل عليه فته وبنعمل عليه كشك وحاجات تانية كمان. بس حاليا الرقاق، طبعا طبعا الرقاق ده اساسي على شوربه البط. بنستمر في التقليب عشان ما يلزقش مني، ضروري نقلب. طبعا انا بعمل في حل الستنس، لذلك بقلب بمعلقه ستنس مش مشكله. لكن لو حد بيستخدم حلل من نوع اخر، يستخدم المعلقه الخشب.
مم. الموضوع قرب. ما بنستعجلش، بنسيب فعلا الثوم يحمر فعلا قوي، لان احنا لما بنحط الخل بيفتح تماما. ناخد بالنا من العمليه دي. الخل بقى بيكون فنجان قهوه مليان على الاخر، او كوبايه قهوه صغيره مليانه. خل الفته بيكون شويه كتير، يعني مش قليل، لان هو اللي بيديله الطعم. اللون، ايوه اللون كده جميل، رائع كده. احط الخل بالراحه، وانا موطيه ايدي جوه الحله علشان ما يعملش ايه في وشي. وبكون عامله الطماطم. الطماطم انا بصلصها من الاول وهي سليمه، وبضربها في الخلاط، واضيفها على الخل بالثوم مباشره، وهقلب. فضلت ان احط التوابل على طول. توابلي هي ملح وفلفل، طبعا ده اساسي. وقلل من السكر، طالما صلصه طالما طماطم يبقى سكر، يبقى ملح وفلفل وسكر. ده هنا السكر. وهقلب تاني، واسيب الموضوع بقى يتجانس مع بعض لغايه لما تتصلص بالشكل المطلوب. هنا ما شاء الله اتصلصت. ما بتغيبش كتير عندي، لاني انا ايه، بس بكون الطماطم اساسا شبه متصلصه. وهوريها لكم في يوم ازاي انا بصلص الطماطم وهي سليمه. هبتدي اعمل الرز، برضو 3 4 معالق، 3 كوبايات رز كبار. عايزه تزودي زودي. انا كنت عامله 3 رغيفه محمصين، وهنا 3 كوبايات رز كبار. الرز مغسول متصفي. بمجرد ما يسخن الزيت، هضيف الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. الوصفة دي كنت شاوية عليها في البوتاجاز، كفتة على ظهرها، فعشان كده يا ده لونها متغير، بعملها بشوي عليها، فيعني لكن هي وصفة ليها ذكريات عندي كتيرة وبحبها قوي. نص معلقة ملح كبيرة تقريبا يعني. واقلب الرز كويس مع الزيت عشان يتجانس تماما، وكل رزاية يطولها الزيت، بيفرق كتير. دايما واحنا بنسوي الرز نقلب في الحلة ديت، في اتجاهات الحلة، لان ساعات العين بتاعت البوتاجاز بتبقى عالية من ناحية واطية من ناحية. فدايما واحنا بنسوي نعمل كده. هنا بصب مية الرز آه، لغاية لما بغطيه، وبقلب بحيث ان الملح كله يدوب.
وعلى نار العين الصغيرة طبعا، بعلي النار في الأول على العين الصغيرة بتاعت البوتاجاز، مش أي عين تانية. بغطي وبسيبه لما بيغلي، بوطي عليه وبسيبه 20 ل25 دقيقة بيكون استوى من غير ما افتح عليه. هنا الصلصة بسخنها، هي خلصت بس انا سخنتها تاني عشان ابتدي استخدمها. ورز سخن كمان ما لسه طافية عليه. وهبتدي، والعيش حطيت نصه في السيرفيس، نص الكمية اللي انا عاملاها. وهبتدي احط عليها الصلصة معلقتين، معلقة كل واحد بقى وحبه للصلصة. مثلا احنا بنحب الصلصة كتير فبنكتر، غيرنا بيحبها قليل هيقلل. طشة الله بنحطها بقى كده. وبعدين كبشة شوربة واحدة بس عشان العيش يبقى ايه جميل ما يعجنش. كبشة شوربة واحدة فقط. واضيف الرز عليها السخن طبعا، لان طبعا الفتة عايزة تتاكل كل حاجة فيها سخنة. فبمجرد ما بندفع على الرز بنجهز الفتة وبنحطها للتقديم. طبعا الشوربة كانت سخنة وانا بسيبها شوربة سخنة، خلاص هي كمان سخنتها. يعني كل حاجة حواليا بستخدمها سخنة. خلاص كده خدنا كمية الرز المناسبة لكمية العيش. هصب بقى ايه شوربة من فوق الرز، اهو 3 4 كبشات. الكبشة بتاعتي مش كبيرة، يعني معقولة. وابتدي بقى اضيف الإضافة الأخيرة، وهي الصلصة، صلصة الفتة. أنا بكترها شوية لكن ممكن تقللوها. أنا بكترها إن إحنا بنحبها كتير. لا إنما هي بالقدر ده كده الأولاني ده كده يكفي. يكفي ما تحطيش تاني وهتبقى خطيرة. يعني أنا كده بكترها. وبتبقى كده جاهزة للتقديم. تحط عليها البط اللي بتاخديه بعد كده بتقسميه 4 5 قطع شرايح، مع الكتف مع الرقبة. بيقضي أسرة ما شاء الله 5 أفراد 4 أفراد. وبرضه هناكل فتة وبط وشوربة بط وكل حاجة برغم الأسعار، لكن برضه هناكل أكلات اقتصادية.